بالنسبة للأطباء أمروا الصديقة ديالها هدى باش أنها تبات مع خديجة، لأن يمكن تكون آخر ليلة لهشام. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. خديجة هذه شهر تقريبا ما هضرات صوت وصورة. اليوم نزلت فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي كتقول فيه أولا بأنها كتطلب السماحة من المتتبعين ديالها لأنه غبرات عليهم بزاف، وقالت باللي السبب اللي خلاها تغبر على المشاهدين ديالها أنه هشام كانت حالته خطيرة بزاف، والاطباء كانوا ديما كيقولوا ليها ان هشام ما بقى عندنا ما نديروا له، غادي يموت غير تودعي معاه. كانت تقريبا كتسمع هاد الهضره يوميا، وكتجاوب الناس اللي كيقولها قضيتي غراضك وما بقيتيش يعني كتعطينا اخبار على هشام، غبرتي ما بقيتيش كتهضري كما كنتي موالفه ملي كنتي في المغرب. خديجه كتقول لهم ان فوق ما كتجي تصور شي فيديو كتبقى كتبكي، كتجيها هستيريا بكاء، ما كانش كتقدر تحمل، ما كانش كتقدر دير فيديو وتلوحوا لكم. كانت مره كتكتب شي حاجه هكذا في ستوري في الانستغرام باش كتطمئن الناس او كتطمئن المتتبعين ديالها اللي كيبغيو هشام على الحاله ديالو. المهم خديجه في هذا الفيديو كتعاود واحد القضيه اللي وقعت ليها. قالت بلي الاطباء امروا الصديقه ديالها هدى باش انها تبات مع خديجه، لان يمكن تكون اخر ليله لهشام. هدى جات عندها علمتها نيشان بداك الشيء اللي قالوا لها الاطباء، يعني بغات تهيئها نفسيا باش ما تصدمش. خديجه هنا شدتها هستيريا بكاء، بقات كتبكي، ربي اللي عالم بها. المهم ناضت توضات صلات ومشات، خدات واحد الكرسي وجلسات حدا هشام، شدت له في يديه مسكينه وقالت ليه هشام واش كتسمعني؟ وهو جاوبها وقال لها كنسمعك. قالت ليه خاصك تكون قوي لان عندنا بزاف ديال الحوايج غادي نقضوهم مع بعضياتنا. وقال ليها غادي نتشافى باذن الله. الاطباء داروا التحاليل لهشام وباقين على هضرتهم باللي ما عندهم ما يديروا له. المحاولات ديال الاطباء كلها ولات فاشله بدون فائده. الاطباء تقريبا يوميا كيقولوا لخديجه باللي ما عندنا ما نديروا له غير تودعي معاه. خديجه عندها واحد اليقين بالله، عندها واحد الاحساس كبير ان هشام غادي يتشافى، ما عندها ادنى شك ان هشام غادي يموت، ما كتحش باللي هشام غادي يموت. هذه هي الهضره اللي ديما كتقول ان عندي احساس كبير ان هشام غادي تولي له صحيحته وغادي يرجع كما كان وغادي تعيش معاه الحياه اللي كانت باغيه. المهم خديجه في هذا الفيديو بغات تطمئن الناس على هشام انه حي يرزق، وان داك لي باج اللي كينشروا الموت ديال هشام صفحات اللي كاذبه الله يهديهم، ما يبقاوش ينشروا بحال هذا الشيء، لان داك الشيء كيزيد يألمها وكيزيد يمرضها في خاطرها، خصوصا وانها بوحديتها في فرنسا بدون عائله بدون ام بدون اخوه، يعني كتعيش هذه المعاناه بوحديتها ومع بها غير الله. وفي الاخير كتقول لكم ما تنساوش هشام من الدعاء ديالكم، ديما دعوا معاه لانه محتاج دعوات ديالكم. وكتقول لكم ان هشام ما كتفارقوش واحد الكلمه، باذن الله غادي نولي بخير، وباذن الله غادي يولي بخير.